النهارده هنعمل شويه سندوتشات فرنساوي بجد تجنن، بعجينه حرفيا قطنيه، عجينه ما فيهاش ولا غلطه، طعمها بجد يجنن. وبجد مش هتدوقوا طعم العجينه دي غير بايديكم انتوا اللي هتعملوها، لانكم طبعا هتعملوها بقيمه غذائيه عاليه بحليب بقى وكده. هتحتاجوا كوبايه زيت، كوبايه حليب. تمام، ممكن تستبدلوا الحليب ده بالميه، بس الصراحه عشان القيمه الغذائيه بتاعته فلازم تحطوا حليب، مش لازم يعني، بس يعني بحب احط حليب. هنحتاج 2 عدد بيض، هنفصلهم، هناخد البيض بتاعه. تمام، هنسيب الصفار للوش، والبيض هنحطه في العجينه. هنحتاج كيس خميره دريم، معلقتين سكر، هنحتاج معلقه الملح. تمام، هنبدا بقى نقلبهم هنا كويس. بجد يا جماعه تجربوا العجينه دي، حرفيا قطنيه وطعمها، الطعم بتاعها تحفه بجد، طعمها جميل قوي. مش محتاجه يعني ايه حاجات مكونات اكتر من كده. هنحتاج كوبايتين دقيق، احنا هنحتاج في الوصفه كوبايتين ونص، بس انا حطيت الاول كوبايتين، وفي النص بقى ايه مع العجنه هنبدا ننزل بيهم بالتدريج. تمام، هندمج بقى المكونات السايله مع المكونات الجافه مع بعض. اول ما تبتدي تخش بقى هنشيل المضرب، هنبدا بقى نستخدم ايدينا. تمام، هنبدا بقى نحط هنا النص بقى مع ايدينا. بصوا العجينه هتوصل معانا للشكل تحفه دلوقتي، هتشوفوها معايا. عجينه لينه، مش محتاجه نشابه، مش محتاجه اي حاجه، هتشوفوها معايا. بصوا عامله ازاي، بجد روعه. هنبدا بقى نركنها، نحط على الوش نقطه زيت كده عشان خاطر ايه الوش بتاعها ما يشققش مع الركنه. يعني احنا هنركنها لمده 5 دقايق على ما نحضر المكونات دي. تمام، هنجيب بصل جوليان، فلافل جوليان احمر اصفر. هنحتاج برضو فراخ معانا صدور، لا دي كانت وراك يا ربي، انتوا صدور الدجاج برضو هتمشي. اول حاجه عملتها طبعا حته اللي هي للشاورما بتنقلها في حته تانية. هتحطي معلقه اللي هتحطي تنزلي بالبصل. حطيت وحديتين ورق غار، وحديتين قرنفل، وحديتين حبهان. شوحت معاهم الفراخ الاول بالتوابل تشويحه كويسه لغايه ما ينزلوا، يعني تنزل الميه بتاعتهم. وحطيت فلفل اسود، كمون، توابل فراخ، توابل طبعا شاورما. وبعدين نزلت بالفلافل، اخر مرحله تنزلوا بيها الفلفل اللي هي ايه الاحمر والاصفر. هتحطوا بقى اي نوع فلفل يعجبكم، هيبقى برضو يجنن. حطيت الملح اخر مرحله خالص، حطيت فيها الملح. وما تنسوش برضو تحطوا حبه جنزبيل، بيديها طعم يجنن. هتشيلي بقى الحاجات اللي هي اللي طبعا الورق الغار والحاجات دي هتشيلي. طبعا الخميره اختمرت معانا اهي، بصوا ماشيه معانا، مش قادره اقول لكم مزيكا بجد. هتبداي بقى تحطوا معاكم الحشوه في النص. بصوا التقفيل انا هعيدها معاكم كذا مره عشان خاطر ايه تبداوا تعرفوها. تمام، هتبداي تجيبي هي العجينه، بصوا والله مش محتاجه نشابه ولا محتاجه اي حاجه. هتبداي تكوريها كده بايديكي، وبايديكي بصي بتمشي معايا، يعني هي حرفيا كده ماشيه معايا. مش قادره اقول لكم بتمشي ازاي، يعني ماشيه معايا سهله بطريقه مبسطه جدا. هتبداي تقفليها كده عشان التقفيل كويس، عشان خاطر اهم حاجه في الحته دي انك تقفليها من تحت كويس. تبداي اهي معاكي. وفي الفيديو طبعا الفيديو شارح نفسه يا جماعه، انا مش بعرف اشرح بالكلام، فايه انتوا عارفين الموضوع ده ان انا في الكلام جميله قوي. فانتوا ايه تبداوا تقفلوا كده بايديكم، وتبداي تاخديها على ايديكوا كده وتحطيها في الصينيه، وتقفلي بايديكي كده، تضغطي قوي وترجعي تاني تنيميها بصباعك كده ايه مكان التقفيل عشان التقفيل ما يتفتحش. تمام، هتعمليها شكل طولي، يعني مش شكل الطريقه اللي تحبي، بس عشان يدي معاكي الشكل العيش الفرنساوي بتاعه المطاعم، فانت هتديها بالشكل الطولي كده. تمام، بس هعيدها معاكم تاني. حرفيا عجينه جميله قوي وطعمها يجنن، يعني العجينه حتى لو حشيتوها جبنه طعمها برضو يجنن. يعني هي لو اتحشت ايه بصراحة هتتاكل حاف كده، يعني لو عملتوها فينو كده اصلا تتاكل حاف. بس كده. بصوا بقى بعد ما خلصنا، طبعا ده كان الصفار البيض اللي احنا شلناه اول الفيديو. هتبداي تحطيه على الوش. حطيت عليها حبه فلفل اسود من فوق. طبعا انت لو عندك خل، بصراحه الخل كان خلصان من عندي فانا حطيت حبه فلفل اسود. لو عندك خل بلاش الفلفل وحطي حبه خل. هنجيب بقى هنا حبه شمر على حبه سمسم، وهتبداي تحطي على الوش. بصوا يجنن والله العظيم، طعمه حرفيا تحفه. بصوا من جوه بقى هتشوفوا معايا في الفيديو. طبعا العجينه دي كوبايتين ونص دقيق مع المكونات دي عملوا معايا 9 سندوتشات. انتوا متخيلين؟ ما شاء الله 9 سندوتشات دول بقى بره برقم. تمام، بصوا هفتحها معاكم دلوقتي. بصوا ما شاء الله اللهم بارك، يجنن بجد. بصوا من جوه عامله ازاي، عجينه قطنيه
عجينة من جوه حرفيا هشة وقطنية ومشبعة جدا، طبعا فيها قيمة غذائية عالية. اللي ياخد سندوتش واحد بجد هيشبع، مش بقى عجين يعني مرة بيبقى كده كأنك بتاكلي ايه هوا، لكن ده الصراحة العجينة بتاعتها مشبعة جدا عشان القيمة الغذائية فيها عالية، فمشبع. اللي ياخد واحد طبعا هيقفل يعني الحمد لله، خلاص كده هيشبعوا. فهي السندوتش الواحد والله هيكفي فرد واحد يعني. فانتي ما تبالغيش في الكميه ان انتي بقى تعملي اصل ده مش هيشبع، لا والله هو مشبع وجميل. لو وصلتي معايا لغايه هنا ما تنسيش تعملي لايك للفيديو، لان هو بيرفع الفيديو معانا. واحب اقول لكم باي باي.